من أعظم أسباب الثبات على الصلاة. اسمع مليح، لاخاطش مشكل كبير يجي يقول لك شيخ نبدا نصلي بصح نعاود ننتكس، نصلي ونحبس، نصلي ونبطل، نصلي. وشنو هو العلاج؟ إذا كنت أنت راجل، العلاج تاع هذا المشكل هذا كيف أثبت على الصلاة؟ من أعظم أسباب الثبات على الصلاة للرجال هو الصلاة في بيوت الله، الصلاة في المساجد. شوف يا من تاب إلى الله ولا يصلي، حبيت تثبت على الخير اللي راك فيه، صلي في بيت الله، يكون واش يكون صلي في المسجد، لأن صلاتك في المسجد دليل على صدقك، سيثبتك الله. مع الأيام خلاص توالفها تعتدى، تولي ما تقدرش ما تجيش للمسجد. أكثر اللي ينتكس صيبو يبدا يامات الأولى يصلي في المسجد، بعد يولي يصلي في الدار بلا عقل من بعد يقطعها. وهذه خطوة الشيطان. إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. الذئب كي يكون الغنم ما يديهاش كي تكون في الاجتماع، يديها كي تكون وحدها. الشيطان هكذاك يتغلب عليك كي تكون تصلي وحدك في الدار، وكاع نعرفوا هذيك الصلاة تاع الدار كيفاش نصليوها. فمن أعظم أسباب الثبات على الصلاة خاصة الرجال الصلاة في بيوت الله. أما النساء كذلك هذا المشكلة، حتى في النساء تقول لك نصلي الشيخ ونبطل. نقول لك أختي الكريمة، من أعظم أسباب الثبات على الصلاة في أول الوقت. بصح جهاد النفس حقيقي، غير تسمعي الله أكبر روحي صلي، يكون واش يكون في يدك خليه وروحي. كم من أخت والله أرشدناها لهذه الطريقة والحمد لله ثبتها الله على الصلاة. ما تقوليش دوك من شو هذيك سوف من أسلحة إبليس، دوك نروح نزيد 5 دقائق ونروح، ومن بعد يدخل الوقت الثاني، ومن بعد الأول مع الثاني تصليهم هكذا يا ما تحبسها. يكون غير تسمعي الله أكبر، ما يكملش المؤذن الآذان، معليش ما يكملش، خاطش تخلي الوقت، روحي توضي وصلي، تكوني طيبي، تكوني تفطري، تكوني تغسلي معا، تكوني في الهاتف، تكوني وين تكوني. الخطوة الأولى غير تسمعي الله أكبر روحي صلي. هذا من أعظم أسباب الثبات على الصلاة بالنسبة للنساء، بما أن النساء يصلين في بيوتهم.